السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي المغاربة الأحرار داخل أرض الوطن وخارجه، تخيلوا معايا وسط الصراعات الدولية ووسط المعارك الاستخباراتية اللي ولات تتحكم في مصير الدول، ظهرت خطة مظلمة، خطة ماشي عادية وماشي مجرد مناورة دبلوماسية. هذه حرب خفية من نوع خاص، تتمشي بصمت وتضرب بلا صوت وتستهدف العمق الوطني من قلب أوروبا، بلا سلاح وبلا دبابات، ولكن عبر شي حاجة أخطر، وهي الوتر الأسود. شنو هو هذا الوتر وشكون اللي تيعزف عليه وكيفاش قدر يخترق الجاليات المغربية والجمعيات الدينية وحتى مراكز البيانات باش يوصل لقلب المغرب؟ والجواب تيبدا دائما من بلاصة وحدة، هي طهران، الحرس الثوري الإيراني، حزب الله، الحوثيين، البوليزاريو، جنرالات الجزائر، ومعهم خلايا الجنيد تيشتغلوا من قلب السجون والأحياء الشعبية في فرنسا وبلجيكا وهولندا وحتى السويد. تخيلوا خيوط شبكة متشابكة تتمتد من فيلق القدس في إيران مرورا بالوحدة 910 ديال حزب الله في بيروت، وتتوصل عبر الجزائر حتى للجيل الثاني والثالث من شباب المغاربة مجندين سرا داخل أوروبا. كل شيء منظم، كل شيء مخطط، وكل شيء تيتغطى بجمعيات خيرية ومساجد مستقلة ومؤتمرات باسم السلام والعدالة. ولكن المفاجأة الكبرى أن المغرب ما كانش ناعس، المخابرات المغربية كانت واعية وكانت خدامة وكانت تتحفر بصمت خطوة بخطوة حتى وصلت لجحر الفيران وكشفت المستور وحطمت أخطر خيوط التآمر الإيراني الجزائري في القارة العجوز. اليوم في هذه الحلقة الاستخباراتية الحصرية غادي نكشف لكم خبايا ما كايناش لا في الإعلام الرسمي ولا في التقارير الدولية العادية المفتوحة. غادي نفضح لكم شبكة ظل عابرة للقارات فيها جوازات مزورة وخوادم مشفرة وعملاء ناعسين في المجتمع الأوروبي وجمعيات فيها الفقهاء تيديروا خطب في يوم الجمعة، ولكن التعليمات تيجيو من بيروت. غادي تسمعوا على أسماء وأماكن ومسارات وتمويلات ما عمركم سمعتوها، وغادي نسولكم سؤال خطير خاص كل واحد فينا يجاوب عليه: واش أوروبا فعلا ضحية ديال هذه الشبكات، ولا كاين دول ومنظمات وسياسيين تعزفوا مع إيران والجزائر على نفس الوتر الأسود؟ ولكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل، خوتي المغاربه، هذه السلسله خاص توصل لكل مغربي عنده غيره على المغرب ديالنا. ديروا الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس وخليونا نكملوا هذا المشروع الوطني اللي غادي يفضح كل من تيتامر علينا في صمت. وغادي نبداو دابا الرحله ديالنا من داخل دهاليز المخابرات، من طهران لتندوف ومن روتردام لبيروت ومن حي شعبي في بروكسل حتى لمراكز القرار في المملكه المغربيه. ركزوا معايا في التفاصيل لان اللي غادي يتقال غادي يصدمكم. وباش نفهموا الخطر الحقيقي اللي مخبع وراء مصطلح الوتر الأسود، خاصنا نرسموا أولا خريطة الشبكة، من فين بدات وكيفاش تتشكل وفين باغيه توصل. كل شيء بدا في طهران في مراكز الحرس الثوري الإيراني، وبالضبط في وحدة العمليات الخارجية التابعة لفيلق القدس اللي عندها هدف رئيسي هو تصدير الفوضى للأنظمة اللي ماشي خاضعة لإيران، وبالخصوص الأنظمة الملكية المستقرة بحال المملكة المغربية. هذا الهدف ماشي جديد، ولكن اللي تبدل هو الوسائل. والبدايات ديال التآمر كانت في سنة 2019، حيث بدات تظهر بوادر تنسيق ثلاثي جديد بين المخابرات الإيرانية وجهاز الأمن الخارجي لحزب الله الوحدة 910 والمديرية العامة للأمن الخارجي الجزائري. والهدف هو تأسيس شبكة تجنيد وتمويل وتخريب تتشغل من أوروبا وتتمر عبر الساحل الإفريقي وتستهدف الداخل المغربي. والمثير في الأمر هو أن الخطة الاستخباراتية كانت ذكية ومقسمة بشكل محكم. طهران كانت هي مصدر التمويل والخبرة التقنية في التشفير والاختراق والتدريب السبراني، وبيروت فيها نقطة التجنيد الأيديولوجي والتدريب الميداني خاصة عبر المراكز الثقافية التابعة لحزب الله والدورات السرية في ضواحي الجنوب اللبناني. والجزائر كانت هي نقطة التنسيق الميداني مع البوليزاريو ونقطة الانطلاق اللوجستي من خلال رحلات من مطار تندوف. وموريتانيا ومالي والنيجر ونيجيريا هادو كانوا عبارة على ممرات التهريب والعبور سواء الأشخاص أو المعدات الإلكترونية المهربة. وجنوب إسبانيا وبروكسل وروتردام وستوكهولم تما فين كانوا الخلايا ديال التجنيد والتنفيذ، وبالخصوص وسط الجالية المغاربية وشبكة العمل الخيري والمدارس الإسلامية. كان الهدف النهائي من هذا الشيء كامل هو إنشاء قاعدة لوجستية
إلكترونية وسط أوروبا باش تنفذ هجمات سبرانية وتحرض ضد المغرب وتنقل الأموال والمعلومات لخلايا ناعسة داخل المملكة المغربية. والمثير أن التقارير اللي وصلت من عدة وكالات استخباراتية أوروبية من بينها دي جي اس اي الفرنسية وبي ان دي الألمانية كلها تتأكد وجود تحركات مشبوهة ومتزامنة للمغاربة مقيمين بالخارج عندهم علاقات مشفرة مع أطراف في لبنان والجزائر وتيشتغلوا تحت غطاء العمل الاجتماعي. وللتذكير فقط اخوتي المغاربه، الدول اللي تيجي الاسم ديالها في العمليات السوداء ديال الجزائر وايران وخصوصا الدول الصديقه للمغرب راهم كدوله رسميه ما عندهمش تواطؤ في العمليه. راه ايران والدميه ديالها الجزائر تيتعمدوا يديروا في هاد الدول العمليات ديالهم باش يورطوا الدوله الرسميه، ولكن في الحقيقه راه تيكونوا خلايا ناعسه ولا نشيطه تحت اسماء وشركات بريئه عندهم علاقات مباشره مع ايران والجزائر، وهما اللي تيديروا التخريب، ولكن في الاخير راهم تينكشفوا وتيتعاملوا معهم بطرق مختلفه. ونرجعوا للموضوع ديالنا، ومن بعد ما بينت لكم المسارات دابا غادي نبداو نفككوا التفاصيل الخطيره وحده بوحده. ومن بعد ما تعرفنا على خريطه الشبكه وطرق التمويل والتحرك، خاصنا دابا نكتشفوا شكون هما هاد الناس اللي تيعزفوا في الوتر الاسود، شكون اللي تيجند وشكون اللي تيشتغل وشكون اللي تيوصل التعليمات وشكون اللي تينفذ. التحقيقات اللي دارتها اجهزه استخباراتيه اوروبيه واللي تسربت بالتفاصيل ديالها عبر مراكز دراسات بحال هنري جاكسون سوسيتي والمركز ديال فونداسيون بوغ لا ريشيرش استراتيجيك FRS، كشفت ان الشبكه تتكون من 3 ديال الانواع ديال العناصر. النوع الاول عناصر لبنانيه ويمنيه تم تدريبها داخل لبنان وايران، وهادو هما النواه الصلبه تيخدموا مباشره مع جهاز حزب الله وتيتكلفوا بعمليات الاختراق الالكتروني وارسال المعدات وتنظيم الاجتماعات داخل اوروبا، وعدد منهم تيخدم بغطاء دبلوماسي او عبر جمعيات خيريه. والنوع الثاني هما المرتزقه ديال البوليزاريو الارهابيه، النظام الجزائري اللي تيقول على راسو نظام وهو في الاساس تيشبه المافيات، تيوفر للبوليزاريو جوازات سفر مزوره عبر سفارات افريقيه، ومن بعد تيدخلوا لاوروبا بصفه لاجئين سياسيين تيتم زرعهم في المدن بحال مدريد وفالنسيا ومارسيليا، والمهام ديالهم هي تنفيذ التحريض وسط الجاليه المغربيه وزرع خطاب الكراهيه وجمع المعلومات حول النشطاء الصحراويين الموالين للمغرب. والنوع الثالث هما المغاربه من الجيل الثاني والثالث في الجاليه، وهادو هما اخطر فئه حيت عندهم جنسيه اوروبيه وتخدموا في مؤسسات، وبعضهم طلاب جامعيين وموظفين تقنيين تيتم تجنيدهم بالتدريج عبر تطبيقات مشفره ولقاءات شبابيه تتنظمها جمعيات في الظاهر ديالها اسلاميه، ولكن التمويل ديالها ايراني جزائري. والهدف من تجنيدهم هو اختراق المؤسسات وتنفيذ هجمات الكترونيه على مواقع مغربيه وجمع بيانات حول البنيه التحتيه الحيويه بحال الطاقه والماء والخدمات الاداريه. ومن اخطر الاسماء اللي وردت في تحقيق سري للمركز الاوروبي متخصص في مكافحه التطرف عندنا علي جيم، وهذا مغربي من اصل ريفي عنده ماستر في الامن المعلوماتي وتيدرس في جامعه في السويد وتم ربطه بشبكات تابعه لحزب الله، وكان مكلف باختراق قواعد بيانات تابعه لمؤسسات مغربيه حساسه. والثاني سميتو زهير باء، هذا صحراوي مقيم في جنوب اسبانيا وعنده علاقات مباشره مع جبهه البوليزاريو وتتربط علاقات مشبوهه بعناصر من المخابرات الجزائريه، وهو الوسيط في تهريب بعض الاجهزه الالكترونيه القادمه من الجزائر نحو اوروبا. والثالثه وهي من العنصر النسوي سميتها سندوس كاف، بلجيكيه من اصول مغربيه، كانت عضوه في جمعيه اسلاميه نشيطه في بروكسل، ولكن اكتشفت لاحقا ان الجمعيه تتوصل بتمويل مباشر من منظمه ايرانيه مسجله في فرانكفورت عبر حوالات ماليه معقده تتمر عبر دبي واسطنبول. لائحه الاسماء طويله، وكل هذه الاسماء ما كانتش معزوله، بل جزء من خليه اكبر فيها حتى عناصر من جنسيات ايرانيه وسودانيه وموريتانيه. والهدف المشترك هو ضرب استقرار المغرب من بعيد عبر الجاليات والمعلومات والتشويه الممنهج. ولكن السؤال، واش اوروبا فعلا كانت غافله ولا عارفه وساكته ولا متواطئه؟ وهنا غادي نكشفوا القنابل النوويه. من اكبر الاخطاء اللي وقعت فيها اوروبا هي انها فتحت الباب على مصراعيه للانشطه الدينيه والجمعويه والانسانيه بدون رقابه كافيه بدعوى احترام التعدد الثقافي والديني. ولكن الشبكات الاستخباراتيه الايرانيه والجزائريه كانت ذكيه بما يكفي
باش ما تضيعش الفرصة. استغلت هذه الفضاءات المفتوحة باش تبني الشبكات ديالها وتمول الخلايا ديالها وتزرع الافكار اللي بغات في قلب الديمقراطيات الاوروبيه. كيفاش؟ اولا الجمعيات الخيريه الدينيه، عدد كبير من الجمعيات اللي تتشرف على تسيير المساجد والمراكز الاسلاميه في فرنسا وبلجيكا وايطاليا وهولندا والمانيا تتوصل بتمويلات مشبوهه من كيانات غير حكوميه مرتبطه بايران وقطر والجزائر. هاد التمويلات تيدخلوا عبر حوالات مرقمه او تبرعات فرديه او حتى مشاريع ثقافيه، ولكن في الحقيقه هاد الفلوس تستعمل في تمويل انشطه تحريضيه وبرامج تجنيد شبان مغاربه باسم نصره المظلومين في الصحراء او تحرير القدس او مقاومه الظلم الغربي. وثانيا تجي الانشطه الثقافيه والطلابيه، عدد من الجمعيات الطلابيه تحت مسميات جمعيه الحوار والتسامح او الهويه الاسلاميه تستغل اللقاءات والرحلات والندوات باش تجند الطلبه خصوصا من اصول مغاربيه، وتيتم استدراجهم في الكازينوهات وتيتم اغراقهم بخطابات المظلوميه وتيتم ربطهم عبر تطبيقات بحلقات نقاش سريه فيها عناصر من حزب الله والحوثيين وحتى البوليزاريو. وثالثا الاختراق الاعلامي، واحده من اخطر الوسائل هي استعمال مواقع الكترونيه ناطقه بالعربيه والفرنسيه والانجليزيه اللي تتخذ من اوروبا مقر لها وتتنشر اخبار كاذبه او مشوهه على المغرب، خصوصا في قضايا الصحراء وحقوق الانسان والتجسس المزعوم. عدد من هذه المواقع تتمولها شركه واجهه مرتبطه بمستشارين اعلاميين جزائريين، وبعضها عنده علاقات مباشره بالاتحاد الدولي لوسائل الاعلام والمقاومه. هذه المنظمه هي واجهه ايرانيه ترأسها غالبا عناصر مرتبطه بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، والمقر ديالها في بيروت، وهي الذراع الاعلامي ديال المشروع الايراني في المنطقه، وتتخدم باش تصنع روايات اعلاميه موازيه مضاده للمغرب والخليج وامريكا، وتتوظف صحفيين ومؤثرين باش ينشروا دعايه المقاومه حسب المفهوم الايراني اللي تيستغل فلسطين كشعار، وتيجندوا حتى الشباب من شمال افريقيا اللي في اوروبا. ورابعا تيجي دور بعض السياسيين الاوروبيين، وهنا تجي المفاجاه الثقيله. تقارير ديال المخابرات الفرنسيه والهولنديه تتاكد ان بعض السياسيين الاوروبيين خاصه من اليسار المتطرف وليفير تيتلقاو دعم انتخابي وتمويل غير مباشر من خلال تبرعات من جمعيات واجهه في مقابل تمرير خطابات ضد المغرب داخل البرلمان الاوروبي. ومن ابرز هذه الاسماء كاين وحده سميتها مانون اوبري، وهذه نائبه فرنسيه معروفه بالعداء ديالها الشرس للمغرب وتمرز التواصل غير مباشر لها مع جمعيات مدعومه من قبل البوليزاريو. وثاني واحد سميتو ميغيل اوربان، وهذا من اسبانيا، واللي وثائق امنيه تتاكد الاستفاده ديالو من تمويلات جمعويه مرتبطه بجهات الدفاع عن الشعب الصحراوي المدعومه جزائريا. والثالثه سميتها انا ميراندا، البرلمانيه الاوروبيه اللي حضرت مؤتمرات البروباغندا في تندوف وتم التكفل بجميع المصاريف ديالها من طرف هيئه قريبه من النظام الجزائري الفاسد. بالمختصر المفيد، اوروبا ماشي غير مخترقه، اوروبا تتشوف وتتعرف، ولكن تتسكت اما بدافع المصالح ديالها مع الغزو الجزائري او خوفا من تفجر الجاليات او حتى تواطؤ ايديولوجي من بعض التيارات المعاديه للانظمه الملكيه العربيه. ولكن رغم هذا الصمت الاوروبي كانت المخابرات المغربيه تتشتغل بصمت وكان عندها خطه مضاده، وغادي نكتشفوها دابا. منين كانت طهران والجزائر تيلعبوا على الوتر الاسود في وسط اوروبا، كان جهاز الاستخبارات الخارجي المغربي دي جي او دي تيتحرك في الصمت ولكن بذكاء استثنائي، وماشي بالشعارات ولا بالضجيج الاعلامي، ولكن بمنهجيه دقيقه ومعقده مبنيه على قواعد ذهبيه في عالم التجسس، وهي المعلومه تساوي السيطره والاختراق خير من المواجهه المباشره. في النص ديال سنه 2021 قامت المديريه العامه للدراسات والمستندات باطلاق وحده خاصه. هذه الوحده كانت عندها مهمه واحده، هي اختراق الشبكه الايرانيه الجزائريه في اوروبا وتحديد الاهداف قبل ما تتحرك. كيفاش كانت تخدم؟ اولا الاختراق السبراني العكسي، دي جي او دي ماشي غير دافعات بل هجمات. الوحدات الخاصه في الامن السبراني المغربي وبتعاون سري مع وحدات من الموساد الاسرائيلي والسي اي اي اخترقت بعض التطبيقات المشفره اللي كانت تستعمل بين عناصر الشبكه، وتم رصد اسماء ومعطيات ومواقع تسجيل المكالمات اللي تتمر عبر خوادم وهميه في السويد والمانيا. وثانيا
زرعوا عناصر مغاربة داخل الجمعيات المشتبه فيها. السلطات المغربية عبر تنسيق غير مباشر مع بعض الأطر المغاربة العاملين في الجاليات تمكنت من زرع متعاونين سريين داخل بعض الجمعيات والمنظمات اللي تشتغل تحت الغطاء الخيري. وبعض هاد المتعاونين كانوا فقهاء وأئمة وطلبة جامعيين، وشي مرات تيكونوا نشطاء جمعويين لعبوا دور كبير في جمع المعطيات وتمريرها عبر قنوات دبلوماسية مموهة. وثالثا داروا شبكات المراقبة عبر القنصليات المغربية في أوروبا كانت تخدم كخلايا استخباراتية ناعمة تترصد التحركات وتتجمع المعلومات على الأشخاص المشبوهين وتتبلغ بها الربط في تقارير مفصلة. وواحدة من أخطر هاد التقارير اللي تسربت عبر مصدر إسباني وتتقول بالحرف بأن الجهات المغربية كانت سباقة في التنبيه لأنشطة الجمعية الإسلامية في أنفير بلجيكا، واللي تبين لاحقا أن الرئيس ديالها كان على صلة بممولين جزائريين عبر شركة مسجلة في مدريد. ورابعا تيجي التنسيق الاستخباراتي الثلاثي. من أخطر المفاجآت هي أن المغرب ما خدمش بوحده. الوحدة ديال المخابرات المغربية نسقت عملية حساسة مع الفرقة 8200 الإسرائيلية اللي عندها خبرة كبيرة في تفكيك الشبكات الإلكترونية، ومع CIA الأمريكية خصوصا مكتب التحليل الجغرافي اللي زود المغرب بصور أقمار صناعية لتحركات مشبوهة عند الحدود الجزائرية الموريتانية. وحتى المخابرات الفرنسية اللي كان عندها ملفات ضخمة على أنشطة بعض الجمعيات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بإيران. والنتيجة كان تحديد أكثر من 76 عنصر مشبوه عبر أوروبا، بينهم 9 ديال الأشخاص مغاربة مجندين من طرف أطراف خارجية، و11 شخص جزائري على اتصال دائم بخلايا في بيروت، و4 ديال العناصر اللبنانية تتلعب دور التنسيق الميداني. وتم تسريب عدد من هذه المعلومات للسلطات الأوروبية باش يتم اتخاذ الإجراءات، وبعضهم فعلا تم الاعتقال ديالو في صمت، وبعضهم تم الطرد ديالو من أوروبا. ولكن على الرغم من هذا الاختراق المغربي الدقيق الشبكة مازال فيها فروع بزاف ما تكشفاتش. ودابا غادي ندخلوا لأخطر مرحلة وهي التمويل السري للشبكة عبر أوروبا. وراء كل عملية استخباراتية كاين دائما واحد السؤال محوري، وهو منين تتجي الفلوس؟ وهذا هو السؤال في الملف ديالنا الوطن الأسود، هو المفتاح الحقيقي لفهم كيفاش الشبكة عابرة للقارات تتمول تدريبات وتجهيزات إلكترونية وحتى السفر والإقامة والحملات الإعلامية، وكل شيء بدون ما تثير الشبهات. التحقيقات الاستخباراتية المغربية مرفوقة بتقارير خاصة من FATF وأوروبول كشفت على واحد الهيكل معقد للتمويل تيشبه خريطة عنكبوت عندها 8 ديال الرجلين، كل رجل فيها تتمشي في اتجاه مختلف، ولكن كلهم تيرجعوا لنفس المركز وهو طهران والجزائر. وأول الطرق هي شركة واجهة في دبي وإسطنبول. واحدة من أخطر الطرق هي استعمال شركة تجارية وهمية مسجلة في دبي وإسطنبول تتخدم في مجالات عامة بحال استيراد الإلكترونيات وخدمات التسويق أو التجارة العامة. هاد الشركات تتوصل بحوالات مالية من إيران أو الجزائر على شكل عقود وهمية، ومن بعد ما تتحول هاد الفلوس للجمعيات أو أفراد في أوروبا تحت غطاء دعم مشاريع الجالية أو مساعدة إغاثة تتجي التحويلات الصغيرة. لتفادي المراقبة الشبكة تستعمل تقنية التحويلات الصغيرة عبر وسطاء تيكونوا أفراد تيقوموا بتحويل مبالغ متفرقة بحال 500 أورو و 900 أورو نحو نفس الجهة باستعمال أسماء مختلفة ومن بلدان مختلفة وفترات متقاربة. وهذه الطريقة تتسمى ستركتوراسيون وتتستعمل في غسيل الأموال، ولكن في هذه الحالة تتخدم في تمويل الإرهاب. وثالثا تجي العمولات المشفرة. المفاجأة الكبرى كانت في التحقيق اللي دارته وحدة مغربية بالتعاون مع فرنسا اللي رصدوا عمليات شراء الأجهزة التعدين من بلدان آسيوية وتم تهريبها لموريتانيا ومالي عبر الجزائر، ومن بعد تم استعمالها باش يتم إنتاج البيتكوين والمونيرو في مناطق نائية. هاد العملة تتباع غير في السوق السوداء أو الدارك ويب وتيتم تحويلها للكارت بونكير وتتستعمل في أوروبا من طرف الخلايا. ورابعا تتجي جمعية الواجهة الدينية، عدد من الجماعات اللي تدعي أنها غير ربحية تتعلن على حملات تضامن مع اللاجئين الصحراويين أو قضايا الاحتلال المغربي، وتتمولها منظمة إيرانية جزائرية عبر تبرعات إلكترونية. ولكن في الحقيقة جزء من هذه الفلوس سيمشي في تسليح الشبكة إعلاميا وتقنيا عبر شراء خوادم VPN
والحواسب المشفرة والكاميرات وأجهزة إرسال مشفر. وخامسا تيجي التبييض عبر المتاجر الصغيرة. في بلجيكا وهولندا وألمانيا الشبكة تستعمل المحلات الصغيرة والمحلات ديال الإلكترونيات واللي غالبا تمتلكوها عناصر من الجالية الجزائرية والمغاربية، تدور فيها الفلوس عبر فواتير وهمية بحال شراء أجهزة إلكترونية، واللي في الحقيقة راه ما تتوصل لا أجهزة إلكترونية ولا حتى حاجة. هاد الفواتير راه تيستعملوها فقط لتبرير الدخل المالي الغير مشروع. وسادسا تيجي الدعم من الكيانات الدبلوماسية المشبوهة. حسب تقرير استخباراتي فرنسي داخلي تم تسجيل تحويلات مالية مشبوهة خرجت من السفارة الإيرانية في فنزويلا عبر بنوك كوبية ودوريات على شكل تحويلات صغيرة نحو أوروبا الوسطى، خصوصا في هنغاريا ورومانيا، واللي منها تترجع على شكل تمويل الأنشطة جمعوية تدعم البوليزاريو. وحدة من هذه الجمعيات تتشتغل تحت اسم السلام من أجل الصحراويين، ولكن التحقيقات المغربية كشفت بما يكفي أنها غطاء لجمع المعلومات حول الجالية المغربية في أوروبا. واللي تنستنتجو من هذه الخطط الشيطانية هو أن الفلوس كاينة والطرق متعددة، ولكن الهدف تيبقى واحد، وهو ضرب استقرار المغرب بزرع خلايا هادئة وناعسة وتتحرك عند الحاجة وبالأوامر. ولكن واش هاد الشبكة اقتصرت فقط على التخريب الرقمي والتجسس الإعلامي؟ والجواب هو لا، كاين ما هو أخطر، وهو المحاولات ديال استهداف البنية التحتية الحيوية في المغرب عن بعد. وهنا غادي ندخلوا للجزء المرعب، وهو الحرب السبرانية من أوروبا لضرب البنية الرقمية المغربية. من بين أخطر الأبعاد ديال الوتر الأسود كاين سلاح تيضرب بلا قنابل وتيخترق بلا جيوش وتيشل الحركة بلا طلقة واحدة، وهي الهجمات السبرانية المنظمة. وهذا السلاح راه هضرت عليه في آخر حلقة في القناة، الحرب السبرانية من طرف الشبكات الإيرانية والجزائرية ضد البنية التحتية الرقمية ديال المملكة المغربية، ولكن هذه المرة من داخل أوروبا وبتنسيق محكم من بزاف ديال الخلايا. التقارير التقنية اللي حصلت عليها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابع لإدارة الدفاع الوطني، بالإضافة لتنسيق مباشر مع الدي اس تي والدي جي او دي وفرق المراقبة الإلكترونية الإسرائيلية والأمريكية، كشفت وجود هجمات موجهة ودقيقة استهدفت مواقع حساسة، واللي آخرها موقع الضمان الاجتماعي CNS، اللي تم رصد محاولات اختراق بالاعتماد على برمجيات متقدمة من نوع ريموت اكسس وتروجان RATS، وهي برمجيات تجسس تسمح للمخترق بالتحكم الكامل في جهاز المسؤول وسرقة البيانات، استهداف البنية التحتية للماء والكهرباء. وهذه واحدة من أخطر المخططات اللي كانت على وشك التنفيذ، هي محاولة اختراق منظومة المراقبة الصناعية سكادا الخاصة بشركة ONEE عبر رسائل بريد إلكتروني ملغمة ترسلت المهندسين وتقنيين مغاربة من طرف عناوين مهنية تدعي أنها شركات أوروبية. وهذا الرسائل كان فيها ملفات PDF فيها كود خبيث تسمح بزرع برنامج مراقبة تتبع كل حركة داخل نظام التحكم. ولكن لحسن الحظ النظام الأمني الإلكتروني المغربي رصد السلوك الغريب وقطع الاتصال قبل وقوع الكارثة. وكاين محاولة التشويه الإلكتروني المنظم بحال ما وقع مع الحملة اللي كانت استهدفت منصات مغربية في 2023، حيث تم التلاعب بخوارزميات جوجل ويوتيوب باش تطلع محتويات مشبوهة تتحرض ضد المغرب وتتهموا بالتجسس والانتهاكات، خصوصا بعد ما تم فضح تجسس الجزائر على المعارضين ديالها باستخدام نظام بيغاسوس الروسي. وكاين التجنيد ديال المغاربه في اوروبا للعمل كهاكرز نائمين. الخطير هو ان الشبكه ما كانتش تكتفي بالمحترفين ديالها، بل كانت تحاول تجند شباب مغاربه عندهم تكوين في مجال الاعلاميات عبر وعود بمبالغ ماليه أو فرص سفر مقابل تنفيذ هجمات محددة ضد أهداف مغربية. ووحدة من هذه الحالات تم كشفها في بلجيكا لواحد خونا بلا ذكر أسماء، كان عطاوه 2000 أورو في مقابل إرسال برمجيات اختراق المسؤول جماعي مغربي، ولكن تم توقيف العملية قبل تنفيذها بفضل إخبارية وصلت من جهاز المخابرات المغربية للناظر البلجيكي. هذه الحرب الرقمية ماشي حرب عادية، حيث تيكون العدو انفيزيبل والضربات تتكون جاية من آلاف الكيلومترات، ولكن المغرب كان واعي ودار نظام ردع الكتروني متقدم خدم عليه مع الحلفاء ديالو الدوليين، خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي والتصدي للهجمات الموجهه. ولكن السؤال الان، شكون وراء التخطيط المركزي لهذه الهجمات؟ وشكون هو العقل المدبر الحقيقي لعمليات الوتر الاسود؟ غادي ندخلوا دابا للعمق
واللي فيه المفاجأة الأكبر في هذا الملف. كل شبكة استخباراتية عندها راس كبير وعندها عقل تيخطط وتيوجه وتنستقبل العناصر، وفي ملف الوطن الأسود الوصول لهذا العقل المدبر ما كان سهل، ولكن من خلال تقاطعات المعلومات اللي جمعتها وحدات DGOD ومراكز استخباراتية أوروبية وتقارير مسربة من داخل بيروت وطهران وحتى الجزائر، بان بأن غرفة العمليات المركزية ماشي غير غرفة واحدة، راه شبكة قيادة ثلاثية الأبعاد. أول واحد وهو الدماغ الكبير في هذه العملية الصامتة، الاسم الحركي ديالو هو حسن مهدي. هاد خونا هو العقل ديال المخطط الإيراني، واللي يعتقد أنه من كبار مسؤولي الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس، مكلف بالتخطيط للهجمات السبرانية في شمال إفريقيا وأوروبا. وحسب تقارير استخباراتية فرنسية وألمانية، حسن مهدي مشى في 2020 لدمشق، ومن ثم دار زيارات سرية لبيروت والجزائر العاصمة وفنزويلا، وهو اللي عطى الضوء الخضر لتأسيس خلايا لزرع برمجيات تجسس رقمية متخفية داخل أوروبا عبر توجيه مباشر لعناصر لبنانية ومغاربية. وكان عنده لقاء موثق مع قيادي في جهاز المخابرات الخارجية الجزائري في فندق في الجزائر سميتو الجزائر، وتم التوقيع على خطة سميتها مرحلة تخريب الناعم من 2021 حتى 2026. وثانيا تيجي المهندس ديال الشمال بدون ذكر الأسماء سميتو عبد القادر بن جدو، وهذا ضابط جزائري سابق كان مسؤول على الأمن الإلكتروني في وزارة الدفاع الجزائرية قبل ما يلتحق بالمديرية العامة للأمن الخارجي الجزائري، واللي الاسم ديالو بان في وثائق سربها مركز انسكت جروب تابع للريكوردد فيوتشر، واللي فيها إشارات لدور بن جدو في تسهيل ولوج عناصر البوليزاريو لأوروبا بجوازات موريتانية مزورة. وهو اللي اقترح تأسيس خلايا الضغط معلوماتية، الهدف ديالها هو خلق بلبلة إعلامية حول المؤسسات المغربية بحال لا سينيسيس عبر الترويج الأخبار كاذبة وهجمات إلكترونية يتم تضخيمها في وسائل الإعلام البديلة. وثالث واحد هو العقل المالي، وبدون ذكر أسماء مرة أخرى سميتو عبد المجيد الكاظمي. هاد خونا لبناني الأصل وتيحمل الجواز فنزويلي، ويعتقد أنه أحد كبار مسؤولي الشبكة المالية لحزب الله في أمريكا اللاتينية، والاسم ديالو ورد في لائحة العقوبات الأمريكية ديال وزارة الخزانة كمسؤول على نقل أموال من فنزويلا نحو إفريقيا عبر شركة تحويل أموال كاينة في كاراكاس وبنما، وهو المسؤول الأول على تمويل الشبكات الأوروبية، وتيشرف على توزيع الأموال عبر شركات وهمية في إسطنبول ودبي، وتيأمن التحويلات المشفرة اللي تدخل من إيران نحو أوروبا. والمعلومة الخطيرة هو أنه كان على تواصل دائم مع مسؤول جزائري سابق في سفارة الجزائر في بروكسل، واللي تم ترحيله بالصمت من بلجيكا في فبراير 2024 بعد ما تبين التورط ديالو في دعم خلايا استخباراتية غير شرعية. وهنا تنجيو للسؤال الكبير، هو فين كانت هذه الغرفة ديال القيادة؟ وعلى حسب بزاف ديال التقارير هاد الغرفة ديال القيادة ماشي كانت وحدة، ولكن كاين 3 ديال المواقع تيشتغلوا في تناغم. الأولى كاينة في ضاحية الرويس في بيروت، وهذا هو مركز القيادة العمليات التقنية واللي تحت حراسة عناصر حزب الله وتحتضن خوادم وبرمجيات التحكم. والثاني موقع هو مركز تابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية بطهران، فيه تيتم استقبال المعلومات وتصنيفها وتصدر منه القرار الاستراتيجي النهائي. وثالث موقع وهي فيلا محمية في حي سيدي يحيى داخل حي دار الراقي في العاصمة الجزائرية، وهذا الحي غير ديال الأغنياء وفيه غير أفخم المطاعم والمحلات التجارية اللي عندها ماركات عالمية. وهذا المكان هو المكان ديال الاستقبال والتنسيق مع البوليزاريو وتقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي قبل تمرير التعليمات نحو أوروبا. هذا العقل الثلاثي هو اللي تيتآمر وتيجمع البيانات وتيجند وتيصنع البروباغندا، وهو اللي تيحرك خيوط الوطن الأسود. ولكن السؤال، واش الهدف فقط هو التشويش ولا كاين مشروع استراتيجي أكبر تيهدد المغرب على المدى المتوسط؟ وهذا الشيء اللي غادي نهضروا عليه دابا واللي غادي يهز الرأي العام العربي كامل. من بعد ما حللنا خيوط الشبكة والتمويلات ديالها والهجمات ديالها الرقمية والعقول المدبرة اللي وراها، خاصنا نسولو السؤال الأهم، وهو علاش إيران والجزائر وحزب الله والحوثيين دايرين هذا الكم الهائل من الجهد والتنسيق والتخطيط والتمويل فقط باش يخترقوا المغرب؟ واش هذه غير غيرة وحقد وحسد ولا كاين شي حاجة أخطر تتطبخ في الكواليس؟ الجواب الصادم اللي توصلت ليه وحدة المخابرات المغربية
هو وجود مشروع استخباراتي شامل سميتو في الوثائق الإيرانية مخطط التشويش الكبير على المملكة المغربية، والهدف ديالو هو تفكيك العمق الاستراتيجي للمملكة المغربية. أولا هو التشويش داخل أوروبا عبر خلق بيئة عدائية وسط الرأي العام الأوروبي ضد المغرب، وتصويره كنظام بوليسي تيخرق حقوق الإنسان عبر الترويج لأخبار كاذبة وتمويل منظمات وهمية. والثانيا هو التشويش داخل المغرب عبر ضرب الثقة في المؤسسات وتسريب أخبار مفبركة عن اختراقات مزعومة أو فضائح مفبركة أو حتى تسريبات كاذبة تتموه بوجود انقسامات داخلية. وثالثا هو التشويش في الساحل والصحراء عبر دعم البوليزاريو بحرب معلوماتية ونفسية وإطلاق حملات تشهير ضد مشاريع المغرب الاقتصادية في إفريقيا بحال أنبوب الغاز النيجيري المغربي، وتصوير المغرب كعدو للصحراويين والأفارقة. والخطير هو أن المخطط يتضمن حتى محاولة تحريض للجالية المغربية اللي كاينه في أوروبا عبر اختراق نخب شبابية والتعبئة ديالها ضد السياسات المغربية باش يتم خلق معارضة رقمية منظمة خارج الوطن تتشتغل بأسلوب حركات بحال الربيع العربي ولكن بنكهة إيرانية جزائرية. التقارير المسربة تتقول بأن الشبكة كانت تتخطط باش تخدم في 3 ديال المراحل من 2021 حتى ل 2027. وأولا بين 2021 ل 2023 كان التجنيد والتمويل واختراق الجمعيات وزرع العناصر، ومن بداية 2024 حتى ل 2025 كانوا الهجمات السبرانية والبروباغندا الرقمية وتمويل الإعلام المعادي. وبين 2026 حتى ل 2027 كانوا باغيين يديروا محاولة لخلق اضطراب اجتماعي عبر التشويش على الانتخابات وتحريك الشارع أو خلق فضيحة رقمية تضرب الثقة في الدولة. راه تنقول لكم هاد الأوباش عندهم نظرة مستقبلية باش يديروا التخريب، ماشي بحال سيادهم اللي عندهم نظرة مستقبلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا وفنيا. ولكن المغرب ما بقاش ساكت وكان فاهم اللعبة من الأول، ولهذا السبب تحرك في العمق واخترق الشبكة من الداخل وفكك بعض الخلايا ديالها وبدا تيدير تسريبات تتكشف المستور وحده بوحده باش يفضح كل شيء قدام الرأي العام ويقوم بإفشال هذا المشروع الخبيث قبل ما يكمل المرحلة ديالو الثانية. ومن بين الأدلة القاطعة على فشل المشروع هو أن العناصر ديال البوليزاريو الإرهابيين بداو تيتنازعوا داخليا، وعدد من الأصوات وسط الجالية ولاو تيشككوا في هذه الحملات، خصوصا بعد ما تكشفت حقيقة بعض الجمعيات اللي كانت تخدم باسم الإنسانية وهي في الحقيقة واجهة استخباراتية. ولكن واش هذا الشيء كافي؟ واش كشف هذه الشبكة وتعريتها قدام العالم غادي يوقف الخطر؟ والجواب هو لا، بحيث هذا العدو ما تينعش، دائما تيفكر باش يدمر المغرب. ولكن دابا غادي ندخلوا لاخطر جزء في الحلقة وهي الخطة ديال الرد المغربي وكيفاش واجهت المملكة المغربية مشروع التخريب الكبير. في مواجهة مشروع استخباراتي خطير بحال الوطن الأسود ماشي كافي غير تعرف خيوطه أو تكشف النوايا ديالو، خاصك ترد بذكاء وبتكتيك أمني عالي بحيث تضرب العدو في العمق ديالو وتربك الخلايا قبل ما تنفذ أي خطة على الأرض. والمخابرات المغربية الممثلة في المديرية العامة للدراسات والمستندات DGED دارت خطة محكمة ثلاثية الأبعاد مبنية على مبادئ الاستباق والاختراق والتحييد. أول حاجة دارتها المخابرات المغربية هو تفكيك الشبكة من الداخل، يعني ضرب العقل قبل الذراع. المخابرات المغربية ركزت أولا على تدمير شبكة التنسيق داخل أوروبا. كيفاش؟ عبر إرسال معلومات دقيقة للسلطات الأوروبية على العناصر اللي تم تجنيدهم سرا، ولكن ماشي بشكل رسمي ومباشر، بل عبر تسريبات استخباراتية من مصادر مجهولة توصلت بها فرنسا، بلجيكا، هولندا وإسبانيا. وهاد التسريبات كانت مدروسة باش تخلق شك داخلي وسط هاد العناصر، والنتيجة عدد من الخلايا ولا عندهم شكوك داخلية وبدات تتفكك بدون ما المغرب يدير حتى بلاغ رسمي. والضربة الثانية وهي ضرب التمويل عبر تجفيف منابع المال القادر. المغرب خدم في هذا المحور مع الحلفاء ديالو خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات اللي وفروا معلومات استخباراتية دقيقة حول مسارات تحويل الأموال المشبوهة، وتم توقيف عدة حسابات مرتبطة بجمعية واجهة سواء في باريس، أمستردام أو إسطنبول. ومن أبرز الضربات
هي اللي كانت في ماي 2024، حيث تم توقيف تمويل شهري بقيمة 270 ألف أورو كان موجه من كيان تابع لإيران في فرانكفورت. الجمعية تتنشط في بلجيكا تحت غطاء الإغاثة الإنسانية للصحراويين، وهذه الخطوة كانت ضربة قاصمة بحيث قامت بإيقاف عملية تسليح إعلامي كامل ضد المغرب. والضربة الثالثة وهي الرد السبراني عبر هجمات مرتدة في الظل. المخابرات المغربية بالتنسيق مع فرق الاستجابة المغربية للطوارئ المعلوماتية دارت عملية ردع سبراني في العمق، استهدفت الخوادم التابعة للجمعية الممولة من إيران ومواقع إلكترونية تتروج الأكاذيب على المغرب وسيرفورات VPS تستعملها خلايا الهاكرز المدعومة من الجزائر. وفي واحدة من أخطر العمليات تم اختراق خوادم مركز تدريبي في بيروت تابع لحزب الله، وتم نسخ أرشيف كامل تيتضمن لوائح المستفيدين ومعدات التدريب والمراسلات المشفرة. هذا الأرشيف ما تمش تسريبه للعلن، ولكن تم استعماله باش المغرب يضغط في الصمت على بعض الدول ويطلب منها وقف التواطؤ مع الجمعيات اللي تتخدم ضده. وهنا تنجيو للضربة الرابعة، وهو اللعب الذكي داخل المؤسسات الأوروبية. المغرب بفضل الدبلوماسية ديالو القوية دار تحركات مدروسة داخل البرلمان الأوروبي، بحيث كشف المجموعة من النواب خطورة هذه الشبكة وربطها بملف تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وهذا الشيء هو اللي خلى البرلمان الأوروبي يصادق في هذا الشهر ديال 7 في 2025 على إدراج الجزائر رسميا ضمن الدول العالية الخطورة في تمويل الإرهاب، واللي شكل زلزال سياسي للنظام الجزائري الفاسد وصدمة لكل الداعمين السريين ديال البوليزاريو في أوروبا. هذه المصادقة ما جاتش من فراغ، بل من ملفات سرية وفرتها المخابرات المغربية فيها دلائل حول تدفقات مالية غير قانونية من الجزائر نحو جمعيات مشبوهة. وهذا الشيء أكد بأن الرباط تتخدم بعقل استراتيجي بعيد المدى. والضربة الخامسة وهي تعبئة الجالية وقلب الطاولة، وحدة خاصة داخل وزارة الخارجية وبالتعاون مع جهاز المخابرات المغربية طلقت برنامج غير معلن، والهدف منه هو خلق نخب جديدة وسط الجالية المغربية تكون واعية ومكونة ومجندة للدفاع على المصالح العليا للوطن. وتم تنظيم لقاءات سرية ودعم مشاريع فكرية وثقافية وتكوين سفراء رقميين في أوروبا تكون المهمة ديالهم هي التصدي للروايات المعادية للمغرب وتفنيد الأكاذيب وإطلاق مبادرات رقمية تتوضح الصورة الحقيقية للمملكة المغربية. والنتيجة كانت عدد كبير من المغاربة في بلجيكا وهولندا وإسبانيا ولاو تيواجهوا علنيا الجمعيات المشبوهة وتيتكلموا بصوت عالي دفاعا على وحدة المغرب في المساجد والجامعات والإعلام البديل. وفي النهاية ومن بعد هذا التحقيق الكامل حول عملية الوطن الأسود بان لنا بوضوح أننا ماشي قدام مؤامرة عادية ولا حملة إعلامية موسمية، حنا قدام حرب استخباراتية باردة ولكن شرسة وعابرة للقارات ومتعددة الواجهات. إيران والجزائر وحزب الله والحوثيين ماشي غير حاقدين على المغرب، راهم مرعوبين منه، مرعوبين من النموذج ديالو المستقر ومن العلاقات المتوازنة ديالو ومن التقدم التكنولوجي ومن النجاحات الدبلوماسية في إفريقيا وأوروبا ومن القدرات الأمنية اللي ولات تضرب لهم الشبكات ديالهم في القلب. ولكن خاص تكون تعبئة وطنية شاملة ماشي غير من الدولة ولكن حتى من الشعب ومن الجالية ومن الإعلاميين ومن النخب ومن الطلبة ومن كل مواطن تيبغي بلادو. خاصنا نكونوا درع رقمي وفكري نكشفوا العدو على الحقيقة ديالو ونفضحوه وندافعوا على الصورة الحقيقية ديال المملكة المغربية. وباش نكونوا واضحين هذا النوع ديال الهجمات غادي يتزايد وغادي يتطور ويمكن يتغير الشكل ديالو، ولكن الهدف دائما تيبقى واحد هو زعزعة استقرار المغرب. وأنا في هذه القناة قررت ما نبقاش ساكت، قررت نحط الملفات قدامكم ونعريو المستور ونخليو كل مغربي يكون واعي ومحصن ويعرف شكون تيخطط ضده. وما تنسوش تشاركوا في القناة حيت الحلقات الجاية أخطر والمعلومات اللي جاية غادي تهز الرأي العام وتفضح شبكات أكبر وتحالفات خفية مازال ما تكشفتش في المنصات الإعلامية العادية. وغادي نتابعوا آخر التطورات لحظة بلحظة. والله يحفظ المملكة المغربية وينصرها على من عداها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.